السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشارع الرياضي، واللي بتناول معها أبرز أحداث مونديال قطر 2022. الكثير من الإثارة والمتعة في انتظاركم، خليكم معنا ولا تروحوش بعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك كريم؟ محمد فؤاد. عبد الله. حياكم الله. أكيد متابع لمونديال قطر. أيوة أكيد. طب كيف شفت المنتخب المغربي؟ صراحة مبدع، زياش وأشرف حكيمي أكيد مبدع. هل شعورنا المنتخب المغرب قادر على الوصول إلى مدى بعيد في هذا المونديال؟ والله يعني الموسم ده كله مفاجآت، ما تقدرش تقول يعني من اللي بيفوز من ده تمله. يعني تلاقي لك زي السعودية فازت على الأرجنتين، زي ده ما تقدرش تقول من اللي بيفوز. هذا مونديال مفاجآت، صحيح كلامك. من المنتخبات العربية اللي تتوقع أنه توصل لمدى بعيد؟ المغرب، معك تونس، معك السعودية. والله نتوقع من المغرب يعني يرفع راس العرب، هو اللي الوحيد يعني من العرب أكثر جاهزية أو أكثر يعني فريق جاهز المغرب من العرب. طب بالنسبة للجولتين الماضيين، من اللاعب اللي لفت انتباهك؟ صراحة اللي لفت انتباهي من ناحية البرازيل فينيسيوس. بشكل عام خلال المونديال كان فينيسيوس لأنه أذهل بدل المونديال صراحة، وطبيعي ونيمار بس انصاب وزياش. طب حلو، بما أنك ذكرت نيمار، هل تشعر أن غياب نيمار أثر على فريق البرازيل؟ لا ما بيأثرش لأنه كلهم نجوم. مكانه في بدلاء رودريجو، فينيسيوس وفريد ولاعبين. تشعر أنه قادرين على انتشال المنتخب حتى بغياب نيمار؟ قادرين يشيلوا المونديال بدون نيمار، يعني فريق بس بيتصعب قدام اسبانيا وفرنسا بس. اللاعب اللي لفت انتباهك؟ بصراحة مبابي. ليش قاسم مبابي؟ يعني أظهر يعني أهداف ومراوغات كل شيء، يعني أفضل من غيره شفت أنا. طب ميسي وكريستيانو كيف شفتهم في المونديال؟ والله كان مستواهم مش يعني شغله خلا مش الفورمة اللي كنا متوقعين منه، يعني كان في ضعف. كريستيانو يعني عادوا افضل من ميسي في الحق الله. عندهم منتخب البرتغال يوصل الى مدى بعيد في المونديال، خاصه بعد تاهلهم الى دور ثمن النهائي. اكيد على هذا اللعب اكيد بيوصلوا مستوى كبير. سيدة شقون، ايش رايك في مونديال قطر 2022؟ والله نحن ما كناش متوقعين انه يعني بيكون الحفل كده ضخم جدا وفي بو حاجات جميله جدا داخل، وما توقعناش يعني انه بيكون يعني شيء يعني بهذا الابداع. طب شقون، انت اكيد متابع المونديال قطر 2022، اعطينا منتخبك المفضل من؟ والله مش واحد منتخب، في يعني عدات، في عندي السعوديه. معك جمله، معك ما شاء الله شقون، معك جمله منتخبات. ايوه هابيلي. السعوديه سلام. والبرازيل. السعوديه والبرازيل. يا سلام عليك. طب تتوقع انه السعوديه يوصل لمدى بعيد في هذا المونديال؟ والله ان شاء الله، يعني لانه الصراحه يستحقوا ذا الشيء بجداره، لانهم تعبوا جدا ولعبوا حلو. اما ملانجرتين بالذات تم اخراجهم بنتيجه يعني جيده الحمد لله احسن. يا سلام عليك. طب بالنسبه للبرازيل، تتوقع انه برضه يوصل لمدى بعيد؟ والله شو بقول لك، انا عندي حاجه يعني قاعده، اي منتخب يتعب وعشان يوصل اكيد بيوصل، دامهم يلعبوا حلو اكيد بيوصل. يا سلام. وان شاء الله يعني اللي يتعب كده يوصل للشيء الاكبر اللي يطمحوا فيه. طب تحبي ميسي ولا كريستيانو؟ ميسي الصراحه. ليش ميسي؟ لانه يعني انا اشجع برشلونه وكذا، يعني احب لعبه من زمان. طب ميسي خرج برشلونه وراح باريس الان، عارفه برضه تشجعه؟ اشجعه حتى لو يعني دخل باي منتخب مكاني. يا سلام عليك. تتمنى انه يحقق كاس العالم ان شاء الله. من المنتخب العربي اللي لفت انتباهك؟ صراحة المنتخب السعودي والمنتخب المغربي الآن هم يعني يعتبروا قدموا يعني أداء مشرف للمنتخبات العربية، ويعني ونسبة ضعيفة كذا المنتخب التونسي، أما المنتخب القطري خيب الآمال. هذا التنظيم الكبير اللي شاهدناه، لكن نعم قدم يعني تنظيم صراحة يعني يعتبر هو أفضل تنظيم في تاريخ كأس العالم على ما بدأ إلى الآن، أفضل تنظيم داخل قطر. المنتخب السعودي حظوظه ضئيلة في هذا المونديال.
ربما اذا خسر المباراه المقبله. صار لا اكيد ضروري بهذه المباراه المكسيك ضروري يفوز. النقاط يعني الثلاث نقاط مهمه ضروري يفوزوا على على المنتخب المكسيكي. بالنسبه لي تعادل مش مخارج معهم تعادل. سلام عليك. طب بالنسبه لمباراه البرازيل وسويسرا، هل تشعر انه غياب نيمار اثر على صراحه نيمار يعني زي ما تقول يعني غيابه كذا وكذا لك يعني يكون مؤثر وبطريقه يعني يكون حتى المنتخب يعني ايش يكون يعني مش موجود يتحرر المنتخب. بدلاء قوياء. المنتخب البرازيلي يعتبر من اقوى تشكيله بالعالم، هو المنتخب الفرنسي المنتخب الانجليزي. افضل ثلاث منتخبات تذكر لديهم يعني تشكيلتين. البرازيلي المنتخب البرازيلي منتخب مرشح قوي. يا سلام عليك. طب بالنسبه لي خلال جولتين هذه الماضيه، من اللاعب اللي لفت انتباه كان بارز في هذا صراحه كثير لاعبين، تذكر ابرزهم يعني معك يا مبابي تحس انه لاعب يعني واحد خطير يهرب عليك يعني سبب يعني لاعب مزعج. مبابي انه ما فيش عليه هاله اعلاميه كبيره عكس رونالدو. رونالدو ميسي هذول يعني لاعبين يعني اساطير. شعر مستواهم في هذا المونديال؟ مستوى تعاوز انهم اللاعبين يصلوا 20 يعني باقي لهم هذه يعني قلت اقول لك ايش هذه اخر فرصه عينهم النجمين ميسي او رونالدو، وان شاء الله يعني يقدموا اداء مشرف لمنتخباتهم ان شاء الله. طب بالنسبه لمباراه منتخب اسبانيا والمانيا، كيف شفت المباراه؟ المباراه كان يعني متكافئه كان منتخبين، ورغم انه يعني في بعض الفترات كان المنتخب الاسباني هو الافضل يعني زي ما تقول يعني المنتخب الاسباني كان قادر يعني يخطف 3 نقاط، بس باخر ربع ساعه تبديلات الريكي قربت تشكيله كذا قليل. مشاهد اكيد متابعه المونديال قطر؟ يعني ايوه متابعه. من منتخبك المفضل كاس العالم؟ السعودية. السعوديه؟ إيه. ليش غطي السعوديه؟ لأنه أنا كنت عايشة في السعودية يعني وجيت هنا لسه. يا كم لك على ما قلت؟ لي 4 شهور زي كده. 4 شهور. إيه. طيب يا سلام عليك. تشعر ان السعوديه بتوصل الى مراحل متقدمه في كاس العالم؟ يعني إن شاء الله دي السنة مرة قدموا شيء كويس يعني، وكان أدائهم مرة حلو مع الأرجنتين، والحارس مرة كان مقدم شغل. يا سلام عليك. طب ما زعلتش على ميسي لما خسر؟ لا هو كان واثق بزيادة هو اللي يوثق يتيح راسه. يا سلام عليك. طب بالنسبه للمنتخبات غير السعوديه، اعطينا منتخب ترشحون انه يوصل لنهائي كاس العالم غير السعوديه. ممكن اليابان. اليابان؟ ايوه. البرتغال. يا سلام، انا زيك، انا البرتغال عشان الدون طبعا. وبس ما يعني مو مرة أنا مع الفرق الباقي يعني أشوف اللي. طب ميسي ولا كريستيانو؟ زي بعض. كريستيانو. صحباتك يقولوا كريستيانو، لا تسمعي كلامهم. ناس كريستيانو. كريستيانو. يا سلام عليك. اكثر شعبيه عنده كريستيانو طبعا، نحن نعرف هذا الشيء. ايوه حتى ميسي. طب كيف شفت مباراه البرتغال و اورجواي يوم امس؟ مباراة حلوة وممتعة يعني. قدم يعني البرتغال قدمت يعني بشكل ولعبت يعني بروح رياضية وكذا يعني الدون يعني وكذا ما قصر من ناحية لعب من ناحية يعني مجهود وكذا يعني. اتوقع ان البرتغال يوصل الى مدى بعيد في هذا المونديال إن استمر يعني كريستيان وكذا يعني على هذا الأداء وكل شيء يعني زي كذا، احتمال إنه يعني يشلها، وفي تفاؤل يعني عندنا يعني زي البرتغال منتخب البرازيل وكذا ان شاء الله. منتخبك البرازيل والبرتغال اكيد عشان الدون. عشان الدون يعني. انا عشان الدون. استاذ ايش رايك بمونديال قطر؟ رائع اولا كفكره ان صارت في قطر على انه دوله قطر كمساحه جغرافيه صغيره جدا، وان سمحت للعالم كامل يجي بهذه المنطقة وبأحلى تصميم بأحلى ترحيب. يا سلام. بكل ما تعني الكلمة كان رائع كاستقبال ضيوف العالم، دول العربية ودول الأوروبية بشكل عام في هذه المنطقة الصغيرة. هذا يدلك على سعة العرب بترحيب ضيوفه. يا سلام عليك. كابتن جميل اكيد متابع المونديال. اكيد بس يعني ما شك من رياضي ولا مش رياضي لازم يتابع. سلام عليك. طب حديثنا كان على منتخب الارجنتين في مباراتهم امام المكسيك. كيف شفت المباراه؟ هل تتوقع انه فوز الارجنتين امام المكسيك بيرفع من معنوياتهم في موعدهم القادم؟ انه بيرفع معنوياتهم، فهذا شيء طبيعي.
انما كمباراه بين الارجنتين والمكسيك كانت مباراه ممله جدا، وكان المنتخب الارجنتيني في مستوى سيء جدا. بس اللي لاحظت انه المنتخبات الكبيره لما تجي على اي فريق يتكتل دفاعيا تظهر جانبها السيء، اللي هو ما تلاقيش اي ثغره انها تدخل في بال لمرمى الخصم. فهذا التكتل الدفاعي من جانب المكسيك هو اللي اظهر الارجنتين بهذا المظهر السيء. ونفس الخبر حصل امس في مباراه سويسرا والبرازيل. التكتل الدفاعي في الخلف المنتخب السويسري اثر على مستوى المنتخب البرازيلي. لكن بما انك تواجه اي من المنتخبات هذه الكبيره، توقع باي لحظه اذا ما تجيب هدف باي لحظه بيلدغوك. لانه منتخبات كبيره تلعب على خبره، تلعب على لاعبين كبار قد خاضوا مثل هذه التجارب من قبل. فباي لحظه منتخب كبير باي لحظه يمكن باخر دقيقه يعني يكون طول المباراه مش موجود، لكن باخر دقيقه يقدر يسجل عليك جول او جولين وينهي المباراه. وهذا حصل مباراه الارجنتين والمكسيك والبرازيل وسويسرا الاخيره. سويسرا كانت تتوقع انها بتنتهي بالتعادل، وكانت عندها المقدره انها تهاجم وتهدف، لكن اكتفت بالدفاع والهجوم الى النص والرقعه. لكن البرازيل لا، معها لاعبين ونجوم كبيره جدا بتقدر باي لحظه حتى ان شاء الله بدقيقه وقت بدل ضايع تجيب الهدف. بما انك ذكرت البرازيل، بالنسبه لغياب نيمار هل تشعر انه اثر على المنتخب؟ حاليا لا، مش انه مؤثر كثير، لانك ما تقدرش تحكم، لان المواجهات اللي الان تواجهها البرازيل ما زالت سهله. قد تشوف التاثير الواضح في الادوار القادمه اذا نيمار ما لعبش، مثل المونديال السابق اول ما نيمار انصاب شفت النكسه اللي حصلت لهم امام السياكل المانيا. طب بالنسبه للمنتخب العربي كيف شفت منتخب المغرب؟ كمنتخبات عربيه انا شفت المغرب والسعوديه افضل منتخبين، واسوأ منتخب اللي هو كان قطر. بالنسبه للسعوديه حظوظه ضئيله في هذا المونديال، ربما اذا خسر سيغادر المونديال. السعوديه يعني سواء فاز او خسر فالمستوى اللي قدمه بهذه البطوله كان مستوى ممتاز جدا. قدام الارجنتين يفوز 2 ويتكتل دفاعيا، ما يخليش المنتخب الارجنتيني يسبب عليه اي خطوره. امام بولندا اظهر جانب يعني مستوى قوي جدا، لكن الحظ بعض الاحيان يقول لك الحظ ما حالفهمش نهائيا في ذيك المباراه. اكيد متابع المونديال. واكيد يعني هذا حدث كل 4 سنوات، يعني اكيد كل واحد بيكون منتظر له. طب من منتخبك المفضل؟ والله هناك منتخبات كثيره يعني ومنتظرين لها وتترتب لها من 4 سنين، بس انا منتخبي المفضل هو البرتغال. البرتغال، يا سلام. كريستيانو رونالدو يعني. رونالدو. يا سلام عليك، هذا من الصنفيه يعني يا جماعه. بالنسبه للمنتخبات العربيه، من المنتخب العربي اللي تشعر انه اكثر جاهزيه واستعداد لهذا المونديال؟ والله المنتخبات العربيه نحن كلنا نطمح انه المنتخبات كلها تكون في جاهزيه، بس انا اللي اشوفه انه المنتخب المغربي والسعودي، يعني السعودي صح قدم مباراه حلوه امام المباراه الاخيره اللي هي امام اسم اللي مسبرك عليه المكسيك، بس ما حالفوش الحظ يعني. والله كان مباراه حلوه والله. لا تتوقع انه السعوديه تنهض في المباراه القادمه؟ يعني انه حظوظه ضئيله في هذا المونديال. انا اتوقع لانه هذه كره قدم يعني، والسعوديه يعني بيدخل المباراه الاخيره ان شاء الله انه يعني يفوز، لكن بالاخير هذه كره القدم، نطمح انه يحقق فوز ويتاهل ان شاء الله. طيب كيف شفت اداء المنتخب المغربي؟ لا المغرب دهلونا الصراحه، المغرب اداء جدا رائع يعني، ابهر الكل يعني، حتى انه اجا جول والغاه الحكم ورجعوه جابوا جولين. بالنسبه لفوزهم على بلجيكا كيف تم هذا الفوز؟ بالرغم انه بلجيكا تمتلك عناصر موهوبين على مستوى اوروبا والعالم، دي بروين بالمهازات. الفوز على بلجيكا هو ما يحددش عناصر او شيء، هو كره القدم اللي تعطيها داخل الملعب تعطيه، والمغرب قدموا اداء رائع ويستحقوا الفوز يعني. سؤال مهم، في حال وصول ميسي وكريستيانو الى نهائي كاس العالم تتمناها؟ اتمنى انهم يطلعوا الاثنين للنهائي، لكن كريستيانو اكيد الشيء انهاء مسيرته بحاجه حلوه وتحقيق كاس العالم. ميسي قدم مسيره عظيمه ايضا الى جانب رونالدو. لا بس انا رونالدو حاجه اعظم من ميسي. اللي خلاك تقول رونالدو عشق لا ينتهي يعني، انسان لاعب والعالم كله يعني يشجعه، اما ميسي تحسه صح انه لاعب من افضل اللاعبين في العالم، بس رونالدو حاجه ثانيه. رونالدو غير. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى فقرة تحدي الشارع الرياضي، واللي بيكون معنا رابح واحد فقط في هذه الحلقة.
تعالوا معنا نتعرف على هذا المتسابق. السلام عليكم. السلام اسمك كريم؟ علي. علي، ايش رايك تربح معنا اليوم؟ ان شاء الله. جاهز مستعد؟ متابع للمونديال الاول ولا لا؟ ايوه. السلام عليك. طب السؤال يقول: الاخضر هو لون القميص الخاص بي، وانا اكثر منتخب خسارة في هذه البطولة برصيد 24 مباراة، فمن انا؟ الاخضر هو لون القميص الخاص بي، وانا اكثر منتخب تعرضا للخسارة في هذه البطولة برصيد 24 مباراة، فمن انا؟ السعوديه. ليش؟ السعوديه. متأكد من إجابتك؟ ان شاء الله. حظ أوفر للأسف. شكرا جزيلا لك. الأخضر هو لون القميص الخاص بي، وأنا أكثر منتخب تعرضا للخسارة في البطولة برصيد 24 مباراة، فمن أنا؟ المنتخب السعودي. المنتخب السعودي. متأكد من إجابتك؟ متأكد. إجابة خاطئة للأسف. شكرا جزيلا لك. يديك العافية. سلام متابع للمونديال. تفضل مرحبا. يا سلام عليك. طب عندي سؤال، إذا جاوبت عليه تربح معي جائزة، إيش رأيك؟ على عيني. تعشينا بس لو بس. ان شاء الله ولا همه. الله يعطيك العافية. طب السؤال يقول: اللون الأخضر لون الخاص بي، وأنا أكثر منتخب تعرضا للخسارة في البطولة برصيد 24 مباراة، فمن أنا؟ رصيد 24 مباراة خسرها. بطولة كامل من يوم ما بدأ كأس العالم إلى هذا كأس العالم ده. في بطولة كامل بشكل عام مجمل. يعني بطولة كأس العالم يعني مع التصفيات ولا مع التصفيات؟ المكسيك. المكسيك. ايوه. ايش عرفك؟ تأكد من إجابتك؟ لأنه هو يلبس أخضر. لا يغششوك. لا والله ما يغششوك. دغنا اللي يغششوك. أنا عارف إنك يعني السعودية والمكسيك اللي لبسوا أخضر. أنا كنت عارف إنك بتقول السعودية، متأكد مليون في المية. ها؟ مين اللي غششك؟ لا ما حد غششني. أنا إجاباتهم خاطئة. والله شوف أنا قلت لك المكسيك يعني. متأكد من إجابتك؟ أثبتها. والله أنا قلت لك المكسيك والله أعلم. طيب يا شباب سمعونا أحلى تحية. ايش اللي خلاك تقول؟ لاني السعوديه تابعتها ما انهزمت بالتصفيات. احنا ما نتكلمش على تصفيات، نتكلم على كاس العالم المجمل. من يوم ما من يوم ما طلع كاس العالم الى اخر نسخه هذه. لا ما انا بتابع، قلت لك ماشي بتدخل واصل اللي هي ذي المره واللي قبلها تاهلت قليل السعوديه ما تاهلت كثير. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نأمل منكم مشاهدينا الكرام أن تكونوا قد عشتم معنا هذه الأجواء الحماسية والمثيرة لمونديال قطر 2022، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة. ولا تنسوا مشاهدينا الكرام اللايك والشير والاشتراك في هذه القناة. إلى اللقاء.